السلام عليكم. النهاردة هوريكم طريقة سندوتشات أو فطاير بشكل جديد، تنفع على الفطار أو العشاء، وتنفع ناخدها معانا الشغل، وتنفع كمان لجوع آخر الليل. العجينة هشة وطرية، وطريقة تشكيل العجينة سهلة جدا، والحشوات ينفع تنوعي فيها. يلا نبدأ بالمقادير. هحتاج نص كيلو دقيق وكوباية ونص مية دافية وأربع معالق زيت ومعلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة ونص معلقة صغيرة ملح. بضيف على الخميرة والسكر كوباية مية دافية وأقلب وأسيبها مقدار دقيقة. الخميرة اللي استخدمتها كانت خميرة جافة، إذا كانت خميرة فورية كنت بدأت بيها على طول. بضيف كمية الدقيق كلها في طبق العجن وأعمل فجوة في النص. أزود الزيت والملح، والخميرة عملت رغوة على الوش، يعني كده الخميرة نشطة. ببدأ أعجن، ما بزودش كمية المية كلها مرة واحدة، بزود إذا العجين احتاجت. المفروض بعد ما أخلص العجن طبق العجين يكون نضيف ومفهوش أي عجين لازق. وكده العجينة خلصت، متماسكة وطرية ومش بتلزق خالص، يعني العجينة اتعجنت كويس. بدهن الطبق زيت ووش العجين زيت وأغطيه ببلاستيك ريب أو كيس تخزين، وبعدين بقى أغطيه وأسيبه في مكان دافي لحد ما تخمر والعجين يتضاعف. وده كان شكل العجين بعد ما خمر. برش رشة دقيق علشان العجينة ما تلزقش، بفردها الأول بإيدي وبعد كده بفردها بالنشابة. حاولي تفرديها لأرفع حاجة. بفردها بشكل مستطيل. بضيف الحشوة في التلت اللي في النص، حشيتها بميكس خضار وقطع فراخ وبصل، وسبتها لحد ما استوت على النار. ممكن تتحشي بجبن أو أي حشوة تحبيها. الفطاير دي ينفع تنوعي في الحشوات. زودت جبنة وبقدونس مفرومة. بطبق العجين على الحشوة بالشكل ده من الجنبين، وبقطعها بالسكينة قطع قد كف الإيد، وبشيلها وأحطها على صينية وأغطيها وأسيبها تخمر مرة تانية مقدار نص ساعة لحد ما تتنفخ شوية. وده كان شكلها. بمسح الوش بحليب أو بصفار بيضة أو بزبادي، وزينتها بفلفل ألوان، ممكن تزينيها بحبة البركة أو سمسم أو زي ما انتي حابة. بدخلها فرن متسخن درجة حرارته 180 في الرف اللي في النص لحد ما لونها يحمر من فوق ومن تحت. أخدت مني مقدار 15 دقيقة. شكلها وريحتها حلوة قوي وهي لسه طالعة من الفرن. شكلها عسولة قوي، تنفع بدل السندوتشات وتنفع لجوع آخر الليل. وممكن تنوعي في الحشوات، وممكن تحتفظي بيها في الفريزر في أكياس تلاجة وتطلعي وتسخني منها حسب احتياجكم. بتمنى تجربوها وتقولولي رأيكم ايه. وإذا كنتم أول مرة تشوفوني بتمنى لايك واشتراك في القناة. أشوفكم على خير إن شاء الله قريب، وباي باي.